السلام عليكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. فجأة البنت بتشاور لاختها فبتهجم على الحارس وبتضربه، وعمال المطاف اللي لسه داخلين بيطلعوا تبعهم، وبيطلعوا كلهم عصابة واحدة جاية تسرق البنك. وفي المشهد اللي بعده بنشوف واحد من الموظفين وهو بيعمل مكالمة، بس واحد من أفراد العصابة بيجي وراه وبيقول له ينهي المكالمة وبيرفع عليه سلاح. بس لما بنرجع للبداية من الأول خالص بنلاقي فيلمنا بيبدأ في البنك المركزي، وبيبدأ بيوم عادي جدا، وواحد من المديرين بيقرر يروح يعمل قهوة في المطبخ، ولما بيدخل المطبخ بيفتكر مشهد محفور في دماغه لضرب نار، وفي الخلفية صوت سرينة البوليس وهي ماشية في الشوارع، وبعدها بيدخل القاعة في نفس الوقت اللي المحقق توم إيجر بيجي فيه. ولحد هنا كل حاجة تبان عادية جدا، وحراس الأمن بيراقبوا الوضع، والموظفين بيخلصوا المعاملات الورقية، والعملاء بيكونوا مستنيين دورهم. ولما واحدة بتدخل بتسمع صوت عربيات البوليس، ومساعد المدير بيبص لواحدة قاعدة وبيقول لها إنه بيكره صوت السرينة إلا بقى في حالة لو بيته هو اللي بيولع. وفي اللحظة دي المدير بيطلب يتكلم مع الست في مكتبه. بعدها المحقق إيجر بيروح لموظفة الاستقبال وبيديها فلوس عشان تراقب له الوضع. وفي الوقت ده المدير بيعتذر لليا ديلان عشان خلاها تستنى وقت كتير. وفي الناحية التانية المحقق بيبقى واقف بيهزر مع سوزان وبيقول لها إن المارشميلو ده بيودي الكاكاو في حتة تانية خالص. وقتها الست اللي دخلت من شوية بتبدأ تتخانق مع الموظفة ماري، واللي بتوعدها إنها هتبص في الحسابات، وبتحاول تهندلها وبتخليها تهدى شوية. والمحقق إيجر وهو خارج بيطلب من الحارس انه يراقب الوضع كويس هو كمان، ولو في اي حاجة حصلت يكلمه فورا. ولما بنرجع للمدير وليا بنعرف انها مقدمة على شغل في البنك، وبيعرف من السي في بتاعها انها اشتغلت في شركات كبيرة، بس في فجوة في اوراقها بخصوص تاريخ توظيفها. وليا بتقول له انها سافرت وكانت بتعلم الاطفال انجليزي في مكان كده في المكسيك، واضطرت ترجع بسبب مرض قريبتها، بس بتأكد للمدير انها جاهزة للشغل. فالمدير بيسألها شوية اسئلة بخصوص حياتها. وفي الناحية التانية في القاعة الست بتعلي صوتها وبتشد اكتر مع ماري لدرجة انها ما بتبقاش قادرة ترد. وبره البنك المحقق إيجر بيعدي من جنب عمال المطاف اللي واقفين يتأكدوا ان الادوات كلها معاهم قبل ما يدخلوا، وبيركب هو عربية شريكه. ولما بنرجع للبنك المدير بيصارح ليا بمشاكل الشغل عندهم، وبيقول لها ان الناس هنا بتسمع وبتشوف حاجات غريبة بسبب حادثة كانت حاصلة زمان. وفي الوقت ده الست بتطلب تقابل المدير، فسوزان بتتدخل عشان تحل المشكلة، وبيجي معاها حارس الامن، وحتى باقي موظفين البنك بيحسوا ان في حاجة غريبة بتحصل. وفي الوقت ده مساعد المدير بيكمل كلامه مع ليا، واللي بتأكد له انها مش بتتهز بسهولة. وفي اللحظة دي سوزان بتواجه الست المتعصبة دي وبتقول لها انها مش عميلة عندهم في البنك اساسا. وفي اللحظة دي بيدخل 3 من عمال المطافي، وليا بتهز راسها للست اللي عاملة مشاكل دي، واللي مرة واحدة بتهاجم حارس الامن واللي بيقع من طوله بعدها. وفي وقت ما الناس بتحاول تستوعب اللي بيحصل ليا بتطلع السلاح اللي معاها وبتثبت بيه المدير في المكتب. والحارس اللي عند الباب بيبعت اشارة تحذير لإيجر، وهو رايح للست دي واحد من عمال المطافي بيضربه وبيخليه يفقد وعيه، والاتنين التانيين بياخدوا باقي الناس رهاين وبيغطوا وشوشهم باكياس قماش بيضة عشان ما يشوفوش وشوش العصابة. وهنا العميلة اللي مش طايقة نفسها دي بتطلع في اخت ليا وبتلم التليفونات من الناس، وواحد من العصابة بيغطي كاميرات المراقبة بدهان، والتالت بيخلي حارس الامن يرد على البوليس ويأكد لهم ان الوضع تحت السيطرة. والحارس ما بيكونش عنده حل تاني غير انه ينفذ، بس إيجر بيقرر يدخل البنك عشان بيحس انه مش مطمن. بس بتجيله رسالة على الراديو بتقول ان في حاجة غلط، وان في عملية سرقة، وان العصابة في المبنى واخدين رهاين. وفي الوقت ده جوه البنك واحد من العصابة بيقول لموظفة الاستقبال تفتح السرداب، وزميله بيبقى بيعطل باقي الكاميرات. وقتها ليا بتبقى لسه مثبتة المدير وبتقول له ما يتهورش، واي حركة هكة ولا هكة هيروح فيها هو وعيلته. وفي الوقت ده واحد من العصابة بيزعق لفي عشان هجمة الحارس بعد ما كانوا متفقين انهم ما يأذوش حد، بس في بتعترض وبتقول له انهم جايين يسرقوا مش جايين يحايلوا ويدادوا في الموظفين. وواحد من افراد العصابة بياخد سوزان تفتح السرداب، وسوزان بتفتحه فعلا وهي مرعوبة، واول ما بيتفتح بيرموها هي وماري جوه وبيضغطوا على سوزان عشان تفتح الخزنة. فسوزان عشان بتكون خايفة ايديها بتترعش وما بتعرفش تدخل المفتاح، فالراجل بيرمي ماري على الارض وبياخد سوزان يرفع عليها السلاح وبيخلي ماري هي اللي تفتح الخزنة. وفي الوقت ده في القاعة مدير البنك بيحاول يهرب بس بيتضرب طلقة في ركبته، وليا
بتجري عليه تساعده وبتحاول توقف النزيف، بس هو بيقعد يصرخ. وقتها مايكل بيضربه وبيخليه يفقد وعيه وبيبدأ يعالج له الإصابة وهو بيعتذر له. وفي الناحية التانية سوزان بتفتح الخزنة الكبيرة وهي تحت تهديد السلاح، والخزنة بيطلع جواها فلوس قليلة، فالحرامي بياخدهم للقاعة وبيقول لليا إن مفيش غير 70,000 دولار بس، وبيتناقشوا في الخطة البديلة، وليا بتطلب منهم يمشوا بس في بترفض. فالأختين بيتخانقوا مع بعض ومايكل بياخد صف ليا وبيقترح عليهم إنهم يمشوا قبل ما حد تاني يتأذي، بس سايرس كمان بيعترض وبيرفض يمشي بالمبلغ ده، وليا بتقوم رافعة عليه السلاح هي كمان. وفجأة مساعد المدير بيعرض عليهم إنه يساعدهم، وعشان يثبت لهم إنه مش هيغدر بيهم بيقول لهم على مكان زرار الإنذار، وبيقول لهم يقفلوه بسرعة لأن المعاملات البنكية دي لازم بتتسجل في قاعدة البيانات وبتتوثق على إيد المدير، وإلا الإنذار هيشتغل. وبيوعدهم إنه يساعدهم لو وعدوه إنهم ما يأذوش حد، وفي بتوافق وبتشيل الغطا من على راسه. فالراجل بيقفل الإنذار وبيقول لهم على مكان فلوس تانية، وبيعترف لهم إنها موجودة في السرداب اللي تحت بس مقفولة بباب حديد كبير. وقتها كريمر بيقول له إنهم معاهم أدوات يقدروا يفتحوا بيها أي باب، وسايرس هنا بيفكرهم بالحريقة اللي عملوها واللي زمان البوليس بيحقق فيها دلوقتي. ولما بيقول لهم إن السرداب فيه 6 مليون دولار وبيديهم المفتاح كمان، ففي وكريمر بينزلوا البدروم وبيقولوا للناس اللي فوق يراقبوهم من كاميرات المراقبة، وبيتفقوا إن مايكل ينزل يفتح خط المواسير عشان يقدروا يهربوا. وفي الوقت ده ليا بتاخد الموظف لمكتب منفصل عشان تقدر تراقب الوضع. وفي الناحية التانية في وكريمر بينزلوا البدروم وبيلاقوا الباب الرئيسي. وقتها مايكل بيبقى واقف مع الرهاين وبيتعصب لما بيكلموه، وواحد من الرهاين بيتخنق وبيشيل الغطا من على راسه، فليا بتحبسه في السرداب. واللحظة الوضع بيكون هادي تماما، بس بعدها سوزان بتقول لهم انها محتاجة تدخل الحمام في اقرب وقت. وقتها كريمر وفي بيلاقوا باب حديد عليه قفال، وكريمر بيقول لها انه هياخد 20 دقيقة على الاقل عشان يفتحه. وفي بتفتش المكان عبال ما كريمر يفتح الباب، بس مرة واحدة انوار المبنى بتطفي وبتنور، فليا بتقول لسايرس يراقب مساعد المدير ده عبال ما تطمن على الرهاين. ولما بتبص بره بتلاحظ ان عربيات البوليس واقفة قدام البنك، والبوليس بيحاول يتواصل معاهم عن طريق الراديو. وقتها مايكل بياخد سوزان للحمام وبتطلب منه يسيبها لوحدها عشان هي متوترة، واكيد يعني مش هتعمل حاجة متهورة وهي في الحمام، هي بس جاية تفك زنقتها. وهو كده كده لما فتشها ملقاش معاها سلاح، فبيقفل عليها الباب وبيروح يغسل ايده وهو بيتكلم معاها وهو متوتر. وفي الوقت ده في المكتب مساعد المدير بيتكلم مع ليا وبيسألها مين هو زعيم العصابة، وهي بتقول له انت شايف ايه؟ فبيقول لها ان هي دي المشكلة، انهم مش منظمين نفسهم ومفيش زعيم اصلا وسطهم. وتحت كريمر بيبقى بيحاول يفتح في الباب والانوار بترجع تطفي من تاني. وقتها في بتبقى لسه بتفتش السرداب وبتتخيل انها شافت وش حد في واحدة من اوض المخازن. وفي الناحية التانية مايكل بيقول لسوزان ان صباعه اتعور، وسوزان بتقول له انه مش شخص وحش فمفيش داعي يودي نفسه في داهية. ولما بيسألها اذا كان عندها اخوات بتفهم من كلامه ان اللي بره دول اخواته البنات، فبيوعدها انهم مش هيأذوا حد. وبعدها بيرجعها القاعة، ولما ليا بتلاقيه جاي ومعاه سوزان بتتخانق معاه عشان بيتصرف من دماغه ولسه ما حفرش عشان يهربوا. وبتتوتر اكتر لما بتشوف البوليس وما بتبقاش فاهمة هم ازاي عرفوا بموضوع السرقة. وقتها مايكل بينزل البدروم عشان يحفر، بس في بتقوله انها شافت حاجة غريبة تحت وانها مش مرتاحة للوضع، بس بعدين بتسيبه يشوف شغله. وبتقوله قبل ما تطلع انهم اخيرا هيعيشوا الحياة اللي بيحلموا بيها وهيزوروا قبر مامتهم بعد ما العملية دي تخلص. وبعد شوية سايرس بيراقب هو الرهاين واخواته بيتابعوا كريمر. وبعد ما مايكل بيلاقي الماسورة بيجهز ادواته، واخيرا كريمر بيفتح باب السرداب بس الانوار بترجع تطفي، فبيلاقي 2 واقفين في الممر وشايلين شنط ولابسين اكياس قماش سودا على راسهم. ولما ليا وفي بيحاولوا يتواصلوا معاه الراديو بيعطل وكاميرات المراقبة ما بتبقاش جايبة حد غيره. ولما كريمر بيدور على سلاحه بيلاقي عدد الناس دي بيزيد والانوار بتنطفي. وفجأة كريمر بيلاقي نفسه في مخزن قديم، ومرة واحدة مايكل بيسمع صوت صريخ كريمر والاختين بيترعبوا لما بيسمعوه هما كمان. ففي بتسأل اذا كان في حد تحت وبتنزل تشوف بنفسها، وليا بتقول لسايرس يعد الرهاين اللي فوق، وبعدها النور بيطفي من تاني وباب الأوضة اللي فيها الرهاين بيتقفل وفي بتتحبس. فليا بتنادي مايكل بما انه معاه المفتاح الرئيسي. وفي اللحظة دي سايرس بيلاحظ ان في واحد من بين الرهاين لابس قناع ابيض، فبيجيب البندقية. ولما في بتحاول تفتح الباب بتسمع سايرس وهو بيصرخ وفي صوت غريب جاي من اوضه الرهاين. وفي الوقت ده في البدروم كريمر بيكون بيموت خلاص، وسايرس كمان بيلاقي ان الرهاين عددهم بيزيد وبقوا لابسين لبس واقنعة سودا وبيقربوا عليه، واللي لابس قناع ابيض وسطهم بيحط البندقية في بقه. ولما الانوار بترجع في بتفتح باب اوضه الرهاين
الرهاين بس مش بيلاقوا سايرس، والرهاين بيكونوا قاعدين في اماكنهم. ولما مايكل بيروح لكريمر مش بيلاقي غير الولاعه بتاعته بس، وبعدها بيلاقيه متكتف في كرسي وبيزعق وبيقول له ما يعملهاش. وبنشوف كريمر وهو ماسك منشار كهرباء. وفي الناحيه التانيه ليا بتواجه مساعد المدير وبتساله عن اللي موجود تحت، بس هو بيقول لها انه ما يعرفش حاجه. والمشاهد بتبقى بتتغير ما بين الحاضر وبين سنه 1982 في نفس البنك ده. وفي اللحظه دي التليفون بيرن، ولما ليا بترد المحقق ايجار بيطلب يتكلم مع الشخص اللي مسؤول عندهم عشان يحلوا الموقف. ولما ليا بتلاقي البوليس بيستعد عشان يدخل البنك بترد وبتطلب منه نص ساعه والا هيموتوا الرهاين. وهي بتحاول تعرف مين اللي بلغ البوليس بعمليه السرقه بتستنتج انها سوزان. وفي الوقت ده تحت في بتنزل تدور على الشباب بس مش بتلاقي حد. وبعدها ليا بتحقق مع سوزان وبتسالها اذا كانت هي اللي بلغت البوليس، فسوزان بتنكر وبتحكي لها حاجات مرعبه. وبتقول لها ان في سنه 1982 في واحد حاول يسرق البنك برضه وخد الرهاين في اوضه. ولما البوليس وصل وكان هيقتحم البنك زعيم العصابه خلى الرهاين يموتوا بعض، بس ليا مش بتصدقها فبتكسر لمبه وبتهددها بانها هتشوه وشها. وقتها مايكل بيقطعهم وبيقول لهم ان كريمر مات وبيصمم يمشوا من هنا في اسرع وقت لان في حاجه غلط في المكان ده. وبعدها في بتيجي ومعاها شنطه فلوس وبتعرف ان كريمر مات وان البوليس واقف على الباب بس مش بتهتم وبتقول لهم انهم نجحوا. ولما ليا بتبص على الفلوس بتلاقيها طبعت سنه 1982. فالاختين بيشدوا مع بعض وليا بتاخد بالها ان في ليزر موجود على رقبه اختها وفجاه بتضرب رصاصه عليهم، بس ليا بتكون نزلت على الارض وخدت معاها اختها وانقذت حياتها. وقتها مساعد المدير بيستغل الفرصه وبيسخنهم على بعض وبيقول لفي ان ليا دي مجنونه وما ينفعش حد يثق فيها، وبيصمم انها تتصرف بسرعه قبل ما يموتوا كلهم. بس في بتاكد له ان محدش هيتاذي. وقتها التليفون بيرن تاني وهنا ليا بتستوعب ان الوضع خرج عن السيطره، فبتحقق مع الحارس وبتحاول تعرف ليه البوليس ضرب عليهم نار. فبيقول لها ان ده عشان هما متوترين ومفيش تواصل، وبيشرح لها ان في على الاقل 3 اقسام منتظمين بره وبيدرسوا الوضع وشويه وهيقتحموا البنك. وبينصح ليا انها تطلع جزء من الرهاين عشان تنقذ نفسها. وفي الوقت ده مايكل بيكون قص الماسوره وفجاه بيسمع صوت حد بيطلب مساعده. وفي الوقت ده فوق ليا بتلاقي خط التليفون شغال وفي مكالمه بتبلغ عن عمليه السرقه، وصوت الشخص اللي بيبلغ بتحس انها سمعته قبل كده. ولما بتبص من الشباك بتلاقي المحقق ايجار، وفي الناحيه التانيه مايكل بيلاقي واحده متصابه ونايمه على الارض وبيكون عايز يساعدها، بس مره واحده بيلاقيها اتحولت لجثه متحلله وبتحاول توصل له، فبيترعب وبيهرب من المكان. ولما ليا بترد على مكالمه المحقق ايجار واللي بيقول لها تستسلم ومفيش حد هيتاذي، بس هي بتقول له انها تقدر تتعامل مع الوضع ده اليوم كله عادي. وفي الوقت ده في بتنزل تدور على اخوها بس بتلاقي جثه سايرس. ولما ليا بتخرج بتاخد معاها واحد من الرهاين وبتطلب تعرف مين الشخص اللي اتصل بالمحقق، وايجار بيأكد لها انهم جات لهم رساله من مجهول من على الراديو وان محدش اتصل بيهم على الموبايل. ولما ليا بترجع البنك بتسمع الرساله من تاني، والمره دي بتسمع في اخر المكالمه صوت بيطلب من المتصل انه يقفل المكالمه. وفي الوقت ده في البدروم في بتلاقي مايكل بيكب جاز على الارض وبيتحايل عليها يهربوا من البنك وبيرفض يمشي لوحده. وهنا في بتلاقي المخرج جاهز ومايكل بيولع في الممر وبيحاول يسد الطريق قدام الناس اللي بيطاردوهم. وفي الوقت ده فوق جهاز انذار الحرايق بيشتغل ومساعد المدير بيقول لليا ان البوليس هيدخل دلوقتي وانها ما عندهاش حل تاني. فليا بتسيب الرهاين وبتاخد شنطه الفلوس وبتنزل البدروم، ومع ان حارس البنك بيقول لها ما تنزلش بس هي مش بتسمع له. واخيرا البوليس بيدخل وبيضرب نار على ليا فبتقع على السلم ورجلها بتتعور بس بتكمل جري. وقتها الكل بيهرب ما عدا مساعد المدير اللي بيتفرج على ليا وهي بتهرب. وفي الوقت ده مايكل بيبقى بيولع في البنك، ولما ليا بتوصل لفتحه الماسوره بتسمع صوت مايكل فبتروح ناحيه السرداب القديم، وبعدها الباب بيقفل عليها وبيحبسها مع عفاريت الرهاين. بس مايكل بيجي في الوقت المناسب وبينقذها وبيقول لها تجري عبال ما هو يواجه العفاريت دي. وبعد كده ليا وهي بتلبس لبس المطافي بيجي العفريت اللي لابس قناع ابيض وبيهاجمها. وقتها مايكل بيولع في المنطقه اللي حواليهم وبيساعد ليا تهرب من المواسير. وتاني يوم بنشوف ليا وهي سايقه العربيه وبتسمع الراديو وهو بيتكلم عن عمليه السرقه والحريقه، والبلاغ بيقول ان الحراميه ماتوا في الحريقه دي. ومره واحده في بتظهر وليا بتوريها شنطه الفلوس، ولما في بتعرف ان مايكل مات الاتنين بيعيطوا على اخوهم. وفي الناحيه التانيه ايجار بيكمل تحقيق، ولما بيشوف كاميرات المراقبه بيشوف العصابه بس ومحدش بيكون عارف مين مساعد المدير اللي ساعد الحراميه. وقتها الشهود بيحاولوا يفتكروه وبيقولوا انه كان عارف معلومات كتير بخصوص نظام امن البنك بس برضه محدش يعرفه ولا شافه قبل كده. وسوزان اللي بتشتغل في البنك بقالها 10 سنين
سنين. بتقول انها مش فاكرة انها شافت الموظف ده قبل كده، بس بعدين بتشوف صورته على الحيطة اللي في الاسم. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي نفس الراجل ده زمان في سنة 1982 وبيسمع صوت صريخ، فبياخد التليفون وبيبلغ البوليس. وقتها الشخص اللي لابس قناع ابيض بيظهر وبيحط السلاح على راسه. وفي الحاضر سوزان بتشاور على صورته وبتقول انه نفس الراجل، بس ايجار بيقول لها ان ده مستحيل لانه كان واحد من الضحايا في عملية السرقة اللي حصلت سنة 1982، وكان هو اللي بلغ البوليس قبل ما يتقتل. ولما بنرجع للاختين، ليا بتحاول تشغل العربية بس مفيش حاجة بتحصل. ولما في بترفع الغطا بتاع العربية، مرة واحدة الراديو بيشغل اغنية كانت مشهورة في سنة 1982. وبعد ما في بتقفل الغطا، ليا بتشوف الراجل اللي لابس قناع ابيض واقف ورا في. وهنا بيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.